الشكوى الوحيدة التي بثها الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن ما هي؟ هي شكوى هجر القرآن. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. والآن نحن نفس الشيء، نعيد فكرة هجر القرآن. حينما تكون حافظا للقرآن هذا شيء مهم، حينما تكون حافظا للقرآن هذا شيء مهم، لكن هذا لا يعفيك من هجران القرآن. قد تكون حافظا للقرآن وهاجرا للقرآن في نفس الوقت، حينما لا تعمل به، حينما لا تتدبر القرآن. لما نقرأ القرآن نكتشف أن القرآن صريح، أن غاية نزول القرآن ليس حفظه فقط، وإنما تدبر القرآن. القرآن نفسه هو الذي أمرنا بالتدبر. يا أخي أنت تخيل أن القرآن أمر الكافرين بالتدبر، أمر الكافرين، فما بالك بالمسلمين؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ هذا الخطاب موجه للكافرين، هو يأمرهم بالتدبر، فكيف نحن المسلمين لا نتدبر؟ والغريب نحن نعيش حالة من التناقض. يعني احنا إذا رأينا غير مسلم مثلا سائق أو شيء من هذا القبيل نعطيه المصحف ممكن يتأثر ويدخل الإسلام. طيب أنت اقرأ المصحف يقول لك لا أنا مش مؤهل. طيب أنت كيف تعطي غير المسلمين المصحف على أساس يتأثرون ويدخلون الإسلام وأنت تأبى أن تقرأ القرآن؟